يا مساء العسل ومساء السكر ومساء الحلويات، مساءكم هلبية ومساءكم جيلي زي اللي انتوا شايفينهم دول. النهاردة كده فيديو خفيف وظريف مسكر زيكم. هنعمل حاجة ترتب علينا في الحر الأيام اللي احنا فيها دي، بأقل تكلفة. هنبسط الولاد في الأجازة. مفيش طفل طبعا ما بيحبش طعم الجيلي ايا كان ايه، يعني مانجا، فراولة، كريز، اناناس، اي حاجة اي حاجة، كلهم بيحبوا الجيلي. فالنهاردة قررنا نعمل حبة جيلي بالمهلبية. عندي الولاد ما بيحبوش اللبن، فقررت ادخل ده في قلب ده. يعني هما ما بيحبوش المهلبية، فبس عشان انت تاكل الكاس بتاع الجيلي فهتاكل المهلبية معايا. يعني نوع من انواع الضحك عليهم كده، بس عشان يستفيدوا بقيمة اللبن. تعالوا نبدأ مع بعض كده ونشوف الجمال ده والشكل الحلو ده عملناه ازاي. معايا نص كيلو من الحليب، حليب بلدي عادي خالص سايب يعني. ومعاها 2 معلقة من النشا كبيرة، واربع معالق سكر كبار، ويا دوبك نص معلقة من الفانيليا. اللبن اللي معايا ساقع، انا هقلب كله على البارد وبعد كده هرفعه على النار لغاية لما يبقى مهلبية. انا نزلت بمعلقتين كبار من النشا. انا كنت عندي 4 معالق دول، وكوباية السكر اللي هناك دي هاخد نصها برضو. يعني تقدري تحطي كمية السكر اللي انتي تستطعميها، ممكن تدوقي وانتي على النار وبعد كده ترجعي تزودي تاني. احنا عايزين نعمل تعادل عشان الجيلي ما يبقاش مسكر والمهلبية مسكرة فتحسي ان الطعم جاذع قوي. فيا دوبك نوسطن، وبعد كده رشة فانيليا بسيطة. قلبت كل دوت واللبن لسه ساقع. على نار هادية بقى كده هرفع الكمية اللي عندي بتاعة اللبن او بتاعة المهلبية. اهم حاجة النار واطية علشان ما يكلكعش مني، ومش هشيل ايدي، هفضل اقلب 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 لغايه لما اخد سمك متوسط، ولا هو تقيل ولا هو خفيف، زي الكريمه بالظبط كده. شايفين؟ ما تقلش مني، وفي نفس الوقت انا ما رفعتش ايدي من على الحله او الوك اللي انا بشتغل فيه. انا هنا فكرت اجيب بقى ايه، المفروض كاسات او اطباق او بوله او كده، بس انا حبيت اللون يبقى ظاهر، فجبت الفناجيل اللي هي بتاعت الشاي الشفافه دي، وقلت اصب فيها علشان يبقى باين فيها الطبقات بتاعه الالوان ويبقى شكلها حلو. وكمان هي شكلها شيك جدا في التقديم، يعني هي مش مفروض تتحط في فناجيل شاي فناجيل شاي طبعا، المفروض تبقى مثلا في بولات او حاجه زي كده. بس بصراحه ما لقيتش حاجه عندي شفافه تبين غير الكاسات دي. تمام. المهم هفضي نص الكيس او الفنجان اللي عندي بالمهلبيه. طبعا هي شويه هديت، يعني شويه هديت حاجه بسيطه. هامله بس النص، وهسيب نص على قد الجيلي اللي احنا هنعمله. واول لما هفضي كده هسيبها ترتاح شويه او تهدى شويه، وبعد كده ادخلها التلاجة علشان لما اجي اصب عليها الجيلي لازم تكون متماسكه كويس جدا. تمام. دي فرصه الوحيده بالنسبه لي ان انا ادي للولاد اي حاجه فيها لبن، لان هم ما بيحبوش اي حاجه فيها لبن. يعني بيبقى صعب ان هم ياكلوها، حتى مثلا الرز بلبن والحاجات دي هما بيبقوا عارفين ان هي فيها لبن. ممكن ناكل بخناق كده شويه، بس ايه يعني، مش قوي. المهم هنضف مكان الحاجات اللي نقطت دي علشان لما بتنشف انتوا عارفين مش بتبقى احلى حاجه، كمان عشان هي فيها سكر، ويكون الشكل جميل. هبتدي بقى ادخلهم التلاجة وابتدي اعمل المقدار بتاع الجيلي. ده مقدار واحد يعني كيس. الكيس الجيلي بياخد كوبايتين ميه، واحده مغليه وواحده بارده. تمام كده. هبتدي اول حاجه احط الكوبايه المغليه، انا غليت في الكاتل الميه مقدار كوبايه واحده اهي، علشان يتماسك معانا، علشان لما بنزود اللبن بنزود الميه الجيلي مش بيمسك، لازم نحط له بقى ايه، ساعتها بودره جيلاتين، ومش مستحب. فانا نزلت ايه بكوبايتين ميه سخنه. ممكن تعملي واحده ساقعه واحده سخنه علشان يبرد معاكي بسرعه. فنزلت بالاتنين سخنين، وهبتدي افضي محتوي الكيس كله على الميه السخنه اللي معايا. طيب انا ما رفعتوش اصلا على النار خالص. تقدري تزودي السكر كميه السكر اللي انت عايزاه، تقدري تسيبيه زي ما هو كده بكميه السكر اللي فيه، او تعملي زيي انا زودت ايه، يعني 3 معالق كبار كده مثلا او ربع كوبايه، علشان يعادل بس طعم المهلبيه. اهم حاجه ندوب كويس. شايفين التركيز اللي تحت بتاع الجيلي؟ البودره دي كلها لازم تختفي. نزلت ببقيه الكوبايه اللي احنا كنا محضرينها بتاعه المهلبيه، يعني كل الحكايه كلها على بعضها اخدت كوبايه سكر. ده وده ده على بعضه مع بعضهم الاتنين اخدوا كوبايه سكر. هدوب كويس واسيبها يعني يا دوبك تبقى فتره. هطلع بقى الفناجيل بتاعتي او الاطباق اللي انا صبه فيها او ايا كان، وهبتدي اصب عليها. خلي بالك وانتي وبتصبي تقدري تعملي نفس الحركه دي، وتقدري تجيبي معلقه وتقلبيها على ظهرها وتبداي تنزلي عليها بالجيلي
لو حسيتي ان انت لسه المهلبيه بتاعتك مش متماسكه، ما تحطيش الجيلي وهو سخن، هيسيح المهلبيه على طول وهتلاقي الالوان دخلت في قلب بعضها. لازم تسيبيه يهدى شويه على الاقل فاتر. وبتكوني انت مطلعه المجات دي اصلا او الاطباق من التلاجة، هتنزلي بقى بكملي بيها بقيه الاطباق معايا او بقيه الفناجيل بتاعتك لغايه لما الشكل يبقى كده. هتسيبيهم بقى على قد ما تقدري في التلاجة على حسب بقى سرعه تلاجتك. وده الشكل بقى، شكله جميل ينفع جدا للضيوف في الحر اللي احنا فيه ده. كمان الشكل الاولاد هيحبوه جدا. يلا لو عجبت الوصفه لو عجبتك الوصفه السهله دي، حطيه لايك وشير، واشوفك في فيديو جديد. باي باي.